ظاهرة الزليجية أو الزليجي بانت بكثرة وبقوة من بعد كأس العالم 2022، خاصة مع وصول المغرب للنصف النهائي، وهو مصطلح شعبي كيتستعمل باش يوصف بعض الناس اللي كيبقاو يمدحوا في البلاد أو في النظام أو في الدولة بشكل مبالغ فيه، وكيغفلوا أو كيتجاهلوا المشاكل الحقيقية اللي كيعيشها المجتمع. بحال واحد كيشوف غير الزليج المزيان في الحيط وما كيشوفش جوج التشرخات والتشققات والعيوب اللي كيكونوا تحت منه. الملامح ديال هاد الزليجيه كتكون باينه، غالبا كيدافعوا على اي قرار رسمي بلا ما يناقشوه، كيبقاو يعتبروا كل انتقاد خيانه او حقد، كيديروا بروباغندا مقصوده ولا غير واعيه لصالح الدوله، وكينساو الفساد، البطاله، الفقر، الصحه، التعليم، وكيركزوا غير على الاستقرار، الامن والانجازات الثانويه بحال الملاعب ولا المهرجانات. من الاسباب اللي خلات هاد الفئه تبان هو الخوف. بزاف ديال الناس كيخافوا ينتقدوا الدوله، وثانيا المصلحه، بعضهم عندهم مصالح شخصيه، خدمه، منصب، امتيازات من الدوله. وثالثا التربيه والاعلام. الاعلام الرسمي كيضخم النجاحات وكيهمش المشاكل، فكيبان لهم ان كل شيء بخير. ورابعا الهروب النفسي. كاين اللي كيبغي يقتنع ان بلاده زوينه باش ما يحسش بالاحباط وباش ما يحسش في نفس الوقت بالعزل او الاثار ديال هاد الظاهره هادي. من بين الاسباب اللي خلاو هاد الفئه هادي تبان هو الخوف، كيخافوا ينتقدوا الدوله، وثانيا كيشوفوا المصلحه ديالهم هي الاولى، كاين اللي عنده مصالح شخصيه مع الدوله، خدمه، منصب، امتيازات. وثالثا نقدروا نقولوا التربيه والاعلام. الاعلام الرسمي كيضخم النجاحات وكيهمش المشاكل، فكيبان لهم ان كل شيء بخير. ورابعا الهروب النفسي. كاين اللي كيبغي يقتنع ان بلاده زوينه باش ما يحسش بالاحباط. والاثار ديال الظاهره هذه هي انها كتغطي على المشاكل الحقيقيه اللي خاص تحل، وكيبقاو يطبلوا الامور ثانويه وغير مهمه، بحال النقاشات الخاويه مع الجيران ديالنا، عندنا القفطان، عندنا الزليج، عندنا كسكس، عندنا اكبر الملاعب. يعني امور تدخل في الثقافه فقط ولا علاقه لها بالواقع المعاش، وهكا كيعطيو صوره مغلوطه للمجتمع وللعالم، كتخلي النفاق الاجتماعي هو اللي طاغي. الكل كيعرف المشكل، ولكن حتى حد ما كيبغي يلقى ليه الحل او يواجهه.